هل كنت تتخيل يوماً أن ريال مدريد سيتحول إلى فريق يلعب بشراسة منذ الدقيقة الأولى؟ ما ستسمعه الآن سيجعلك تنظر إلى تشابي ألونسو كأهم صفقة في تاريخ النادي الحديث. ريال مدريد، نعم، هذا هو نفس الفريق، لكن ليس بنفس الروح ولا بنفس الخطة. من فريق يبدأ مبارياته بهدوء قاتل مع أنشيلوتي إلى فريق يهاجم بشراسة منذ الدقيقة الأولى مع ألونسو. صحيفة ماركا والإسبانية لم تصمت، بل قالتها بصراحة: ريال ألونسو فريق جديد، يضغط عالياً، يسيطر من الدقيقة الأولى، ويربك الخصوم بإيقاع لا يرحم. وهنا نبدأ القصة. التحول لم يكن مجرد تغيير مدرب، بل ثورة داخل الملعب. ريال ألونسو لا ينتظر الشوط الثاني ليبدأ اللعب، بل يهاجمك وأنت لم تستوعب بداية المباراة بعد. البصمات الخمسة الثورية التي وضعها ألونسو: أول ثلاثي دفاعي صلب مع جناحين يتحولان لظهيرين هجومياً ودفاعياً. ثاني، ضغط سريع، تمرير أقصر، وقطع للكرات من منتصف الملعب. 3، غونزالو الطفل المعجزة، أصبح هداف الفريق في البطولة. 4، فينيسيوس عاد ليبتسم، يسجل ويصنع كما لم يفعل من قبل. 5، آردا غولر لم يعد مجرد موهبة، بل أصبح قائداً حقيقياً في منتصف الملعب. لكن لحظة، من هو غونزالو؟ وهل يهدد مستقبل إندريك؟ بينما كانت العيون تترقب إندريك، خرج غارسيا من الظل في مباراتين فقط، سجل، صنع وأشعل المدرجات. الصحفي توريبيو قالها بصراحة: غونزالو لا يخاف القميص ولا يهاب الجماهير، هذا الفتى مولود للريال. وهنا بدأ السؤال داخل أروقة البرنابيو: هل هذا هو النجم القادم؟ وهل يبدأ إندريك على الدكة؟ شهادة أرنولد بعد مباراة سالزبورغ: حتى النجوم الكبار لاحظوا التغيير. ترينت ألكسندر أرنولد، أحد أبرز الأظهرة في العالم، أشاد بأداء ريال مدريد بعد الفوز على سالزبورغ بثلاثية نظيفة، وقال: هذه أول مباراة نحافظ فيها على نظافة شباكنا، لعبنا كفريق بروح واحدة. ريال مدريد يحطم الأرقام المالية، ليس فقط على أرض الملعب، بل حتى في دفتر الحسابات. ريال مدريد أصبح الفريق الأكثر ربحاً في كأس العالم للأندية الجديد، 43.55 مليون يورو حتى الآن، متفوقاً على مانشستر سيتي وبايرن ميونخ. في بطولة توزع مليار دولار على 32 فريقاً، الريال يعرف كيف يفوز في كل شيء. تشابي ألونسو لا يجدد فقط طريقة اللعب، بل يعيد تشكيل هوية مدريد، من فريق ينتظر إلى فريق يبادر، من لاعبين مشتتين إلى نجوم يلعبون بقلب واحد. فهل نعيش بداية الجيل الذهبي الجديد لريال مدريد؟ وهل سيكون ألونسو هو سيد المرحلة القادمة؟ إذا كنت مؤمناً بثورة ريال مدريد، فاضغط زر الإعجاب واشترك الآن، لأن القادم أعظم. ولا تنسى تكتب لنا في التعليقات: من اللاعب الذي فاجأك أكثر في هذا الجيل الجديد؟